السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا حبيبتي. ربنا يجازيك خير علينا يا رب واياكم. لو سمحت يا دكتور، انا زوجي واخوه شركاء في محل. جوزك واخوكي؟ واخوه شركاء في محل. فعلمنا ان هو اتجوز البنت اللي كانت شغاله عندنا في المحل فاخوه زعل ووالدته وانا طبعا. مين اللي اتجوز البنت اللي شغاله في المحل؟ جوزي. جوزك اللي اتجوزها؟ اتجوز. كانت بنت حلوه؟ كانت بنت حلوه؟ مش حلوه ولا حاجه. لا كانت بتيجي بطقم وبتدلع وانت ما بتتحركيش. يعني لا وجايبه له عصير معاها والحته الخياره المخلله اللي انت مش مهتميه بيها. اكيد. امال يعني هيتجوزها ليه؟ عشان امال هيتجوزها ليه؟ بس بالراحه مع بعضينا. انت استقريتي، خليني اجي عليكي. هو اتجوزها ليه يا دكتور؟ خليني اجي عليكي بس، خليني اجي عليكي شويه. اصل انت واحده من 3 مليار بدم مسكوا البيت خلاص اطمنوا. يغور في ده يا ابن الكلب ده. لا نهتم بيه ولا ندلعه ولا نقول له حاجه ولا نحضر له مفاجاه ولا ندعك له ورا ودنه ولا نقول له بسبس. خلاص البسبسه راحت ايامها. خلينا في الجد بقى، كأن احنا كنا بنهرج بفور ماريج. لا يلا احكي. والله احكي بقى. قولي. انا قلت كل اللي عندي. انا كنت بتقي الله فيه والله يا دكتور. شفتي بقى؟ ما انا لازم اقول لك بتتضايقي الله فيه بتعملي ايه؟ هتقولي لي كلام هقول لك ده مش تقوى الله فيه. يلا لو انت شاطره يلا حاوريني، مش انا بقاطعك. لا حاوريني يا كيكه. حضرتك كل اللي بيطلبه مني كنت بنفذه له. هو ده تقوى الله؟ ما تفرضي راجل مش عارف يطلب، ما تفرضي مش عندوش ملكه التعبير يا بيت ونفسه في حاجات تانية وممكن يكون مكسوف يقولها. جت الدبوره قالتها له، قال ايه؟ ايوه ما كان نفسي في كده، انا مكسوف.